السلام عليكم. في فيديو النهارده هتقوي نفسك في ال HTML وال CSS. هنعمل مع بعض صفحة تسجيل دخول بسيطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو عايز تعرف تعملها ازاي خطوة بخطوة كمل الفيديو للنهاية. في البداية خالص احنا مثبتين لينك لملف CSS، ملف البوكس ايكونز، وعاملين ملف CSS. في البداية هنعمل ديف كلاس لوجن بوكس. جوه الديف ده هنعمل فرع، جوه الفورم ده هنعمل h1 وهنسميه log in. هننزل سطر وهنعمل ديف كلاس input box. هنعمل ديف تاني برضو كلاس input box. هيبقى عندنا 2 ديف كلاس input box. جوه الديف الاولاني هنعمل input type text وهنخليه بلاك هولدر. البلاك هولدر ده هنسميه يوزر نيم اللي هو بيظهر في الانبوت نفسه من جوه، وهنخليه required اللي هو مطلوب. هننزل في الديف التاني هنعمل input برضو، بس التايب هنا هيكون باسورد والبلاك هولدر هيكون باسورد، وبرضو هنخليه required. بعد كده انا هسيب لكم لينك الموقع ده تحت في الوصف. هنحمل منه 2 ايكونز. اول حاجة هنبحث على ايكونز يوزرز ونضغط عليها على الفونت ونعمل كوبي ونعمل بيست في الديف الاولاني بتاع اليوزر. بعدين هنعمل سيرش على لوك، هندوس فاوند ونعمل كوبي ونعمل برضو بيست في الديف الباسورد. بعدين هننزل نعمل ديف تاني كلاس remember forget. جوه الديف ده هنعمل ليبل، جوه الليبل هنعمل input، التايب بتاعه هيكون check box. بعدين هنكتب remember me داخل الليبل. بعدين هننزل تحت في الليبل، ننزل تحت الليبل هنعمل لينك وهنكتب داخل اللينك forget password، نسيت الباسورد. تمام. هننزل بعدين تحت الديف ده تحت الديف ده وهنعمل بوتوم. البوتوم هنعمل تايب submit وهنعمل له كلاس بوتون وهنسميه لوج ان. تحت البوتوم هنعمل ديف كلاس register link. جوه الديف ده هنعمل باراجراف وهنعمل جواه لينك. هنكتب جوه الباراجراف don't have an account، ليس لدي حساب. جوه اللينك اللي جوه الباراجراف ده هنعمل جوه اللينك ده هنكتب register تسجيل. وكده انا خلصت كده احنا خلصنا كود ال HTML. يلا بينا نخش على كود ال CSS. في ال CSS انا عامل تثبيت الفونت اللي هو الكايرو. تمام. عاملين مارجن وعاملين بادنج وعاملين البوكس زيس البوردر بوكس. تمام. هنأجي هنا نعمل البودي، هنخليه ديسبلاي فليكس، هنكتب justify content، هنخليه center، align items هنخليها برضو center، main high هنخليه 100 في الفيو بورت هاي. بعدين هنعمل الباك جراوند. هنا مش هنحط لون، هنحط الخلفية. هنكتب URL وهنضيف لينك الايمج الصورة بتاعتنا، او ممكن نجيب لينك اونلاين اللي هو على النت ونخليها نو ريبيت اللي هو ما تتكررش تاني يعني. هنديها حجم،
هنقول باك جراوند زايوس، هنخليه كفر، وهننزل برضو هنعمل باك جراوند بوزيشن، هنخليه سنتر في المنتصف. بعدين هننزل هناخد اللوجن بوكس، نفتح القوسين، هنكتب فيه الويدز هنخليه 240 بكسل، هنعمل الباك جراوند هنخليه ترانسبنت، نعمل البوردر هيكون 2 بكسل، سيليوت RGBA هنخلي كل 3 أقسام، هنخلي 3 أقسام 255، وآخر قسم دوت 2. هنعمل باك جراوند فلتر هنقول له بلور، هنخليها بنسبة 20 بكسل. بعدين هنعمل بوكس شادو هنقول 0 بعدين 10 بكسل، RGBA 3 0، وفي آخر قسم هنخليه برضو دوت 2. بعدين هندي للنص لون هنقول له color هنخليه وايت اللي هو الأبيض. بعدين هنعمل بوردر راديوس علشان ياخد حناء شوية، هنخليه 10 بكسل. بعدين هنعمل بادنج هنديله 30 بكسل و40 بكسل. بعدين هنستدعي اللوج ان بوكس، هنستدعي H1 اللي جواها، وهنعمل له فونت زيوس، حجم الخط هنخليه 36 بكسل. بعدين التكست الاين هنخليه سنتر، خلي الخط في المنتصف. بعدين هنستدعي اللوج ان بوكس تاني جواها انبوت بوكس، هنعمل بوزيشن هنخليه ريلاتيف، نخلي الويدز 100%، وهننزل نعمل هاي هنخليه 50 بكسل. وهنعمل تحت هنديها مارجن، هنديها مارجن 30 بكسل ب0. هننزل تحت تاني هنستدعى الانبوت بوكس جواه انبوت، الويدز هيبقى 100%، والهاي هنخليه 100%. وهننزل تحت للباك جراوند وهنعمل الباك جراوند هنخلي الباك جراوند ترانسبيرنت. هنعمل بوردر هنخليه نون، والاوت لاين كمان هنخليها نون. بعدين هنعمل بوردر تاني هنديله 2 بكسل، والسوليد RGBA هنكون التلاتة 255، والقسم الأخير هنخليه 2. بعدين هنعمل بوردر راديوس علشان تاخد انحناء هنخليه 40 بكسل. بعدين هنحدد حجم الخط هنقول فونت زيوس 16 بكسل، وهنخلي اللون بتاع الخط هنقول له color أبيض، خلي لون الخط أبيض. في الآخر هنعمل بادنج هنديله 20 بكسل، 45 بكسل، 20 بكسل، 20 بكسل. بعدين هنستدعي input box input، وهنعمل لها بلاك هولدر، وهنحدد اللون أول ما يجي الماوس عليها بالبلاك هولدر ده يدي لون أبيض، هنقول له color. بعدين هنستدعي الانبوت بوكس والاي اللي هي الايكون اللي جواها، هنعمل لهم بوزيشن هنخليه ابسوليوت. بعدين رايت هنديله 20 بكسل، بعدين رايت هنديله 20 بكسل من ناحية اليمين. بعدين هنعمل توب هنديله 50%. هنعمل ترانسفورم هنخليه ترانسليت واي، بين القوسين هنعمل -50%. بعدين هنشوف الفونت زايوس هنديله 20 بكسل. هنستدعي اللوجن بوكس جواه remember forget، هنديله display flex،
justify content هنخليها space between. font zeus هنخليه 14.5 بكسل. هنعمل له مارجن هنديله -15 15 بكسل. بعدين هنستدعي remember forget جواها label، جوا الليبل input. هنعمل له accent color هنخليه لونه ابيض، وهنعمل له مارجن left من الشمال هنديله 3 بكسل. بعدين هنستدعي remember forget جواها link اللي هو A، هنديله لون ابيض وهنعمل له text decoration none. بعدين هناخد نفس الكود ده وهنعمل له hover. في الهوفر ده برضو هنعمل text decoration هنخليه underline. بعدين هنستدعي log in box bottom اللي جواه البوتوم، هنقول له في الويدز 100%، والهاي هنديله 45 بكسل. الباك جراوند هنخليه لونه ابيض. اللي نعمل بوردر هنخليه none، والاوتلاين هنخليه none. البوردر راديوس عشان ياخد الانحناء هنخليه 40 بكسل. هنعمل بوكس شادو هيكون 0 هنديله 10 بكسل. الRGBA هيكون ال3 0 دوت في 3 0 في الفائق، وفي الآخر هنخلي دوت 1. بعدين هنخلي الكيورسر هنخليه بوينتر، وهنعمل فونت زيوس هنخليه 16 بكسل. هنا في الكلر في اللون هنختار اللون ده. الفونت ويدجت هنخليها 600. بعدين هنستدعي log in box وهنستدعي بداخله register link. هنعمل في الأول نديله حجم الخط هنقول فونت زيوس 14 بكسل. تكست بعدين هنعمل تكست align هنخليها سنتر، هنديله مارجن 20 بكسل 15 بكسل. بعدين هنستدعي register link هنستدعي جوا الباراجراف اللينك، هنديله اللون الأبيض. هنعمل تكست ديكوريشن هنخليه none، والفونت ويدجت هتكون برضو 600. بعدين هنستدعي register link جوا الباراجراف جوا اللينك، وهنعمل له hover. هنعمل تكست ديكوريشن وهنخليه الاندر لينك. ويلا نشوف النتيجة. صفحة تسجيل الدخول اللي أمامنا دي بالشكل الجميل ده. وهو ده كان فيديو النهاردة. سلام.